تخيل عزيزي المشاهد انك تروح لجزيرة وتوصل على الشط بتاعها، لكن تلاقي هناك حاجات مرعبة، زي مثلا تلاقي اطفال بتنزل في المية الساعة 1 او 2 بالليل. هتقول لي ما الكلام ده ممكن يحصل عادي. هقول لك ايه رأيك لما يظهر وراك مثلا خيمة وناس ملهمش اي ملامح فجأة، او تسمع مثلا اصوات مرعبة بالرغم ان مفيش اي حد جنبك. كل ده وحاجات مرعبة اكتر حصلت فعلا لراجل من اليمن، واللي هنتعرف على قصته في فيديو النهارده. لكن في البدايه لو انت من محبين قصص الرعب والغموض ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. يلا بينا نبدا الحلقه. القصه بدات مع راجل اسمه صالح سنه 1999. كان صياد وعنده تقريبا 37 سنة ومتجوز وعنده بنتين وولد صغير، وكان قاعد في مدينة اسمها المهرة في اليمن. وصالح جه عليه فترة صعبة جدا وما كانش معاه فلوس حتى ان هو يأكل عياله، وبدأ ان هو يستلف من ده ومن ده، وبدأت الديون ان هي تكتر عليه جدا، لغاية في يوم من الايام اقترح عليه صاحبه ان هو يروح لجزيرة اسمها جزيرة سقطرى. وللمعلومية الجزيرة دي جميلة جدا والسمك فيها متوفر، ونصحه نصيحة ان هو يروح يشتغل هناك، والفلوس اللي هو يحوشها يسدد بيها ديون الناس والباقي يعيش بيها حياة حلوة هو وعيلته. وصالح عجبته الفكرة جدا، وبالفعل تاني يوم راح لأهله وقال لمراته ان هو هيروح لجزيرة سقطرى. وفعلا لما حاجته وركب سفينة من مدينة حضرموت، ومن هناك وصل لجزيرة سقطرى بعد مشوار طويل جدا. وصل الجزيرة حوالي الساعة 4 العصر، وهو هناك راح لبقالة عشان يشتري منها حاجة ياكلها، وبعد كده طلع على الساحل بتاع الجزيرة وكانت الساعة 5:30 تقريبا. وكان صالح تعبان جدا من الطريق بسبب مشوار السفر الطويل ده، وما كانش حتى معاه فلوس ان هو يأجر شقة يقعد فيها ولا حتى يعرف حد في المنطقة دي. وقرر ان هو ينام على الشط لغاية الصبح، وان هو يروح لنقابة الصيادين عشان يشتغل معاهم لان اصلا هو صياد. وقعد يتمشى صالح على الشط لغاية ما لقى مكان فيه صخور وقديم ومش بيروح هناك اي حد، وفعلا قرر ان هو يستريح في المكان ده. ومن شدة التعب نام بسرعة، لكن صحى على الساعة 1 وقعد يتأمل في النجوم، والمكان كان فاضي ومفيهوش اي حد اللي هو. وفجأة سمع صالح صوت مزمار فرح، لكن ما كانش فيه اي حد خالص. وقعد يسمع في صوت المزمار ده، وبعد كده شم ريحة بخور جميلة، وقعد ان هو يدور على اي حد جنبه على الشط، لكنه ملقاش اي حد ابدا. وقرر ان هو يروح ينام لغاية الصبح عشان الصبح يروح لنقابة الصيادين. وراح صالح عشان ينام، لكن ما عداش 10 دقايق وسمع صوت المزمار ده تاني، اكن فيه فرح جنبه، وكمان سمع صوت ضوضاء اكن فيه ناس عايشة حواليه. وبص وراه لقى فيه خيمة ظهرت فجأة وناس قاعدين هناك، ونار كمان بيعملوا عليها الاكل، وعرف ان ريحة الاكل جاية من هناك. لكن برضه كان في شيء غريب، وقرر ان هو يقنع نفسه ان الخيمة ديت كانت موجودة وهو ما شافهاش بسبب ظروف التعب نتيجة السفر، لكن كانت جواه حاجة بتقوله ان في حاجة غلط. وبيقول صالح ان وهو رايح للخيمة حس اكنه مسحور، وفعلا راح للخيمة وكان صاحب المكان لافف وشه وما كانش مبين اي حاجة من ملامحه. وفعلا الراجل الغريب ده رحب بصالح، وصالح قال له ان هو ضيف وما عندوش اي مكان يقعد فيه. شاور له الراجل الغريب ده على مكان، وراح صالح عشان يقعد. حس ان المكان فيه دبابيس وان المكان خشن جدا. وبعد كده جه واحد وادى لصالح كوبايه قهوه، وصالح كده بدأ ان هو يشرب، لكن اتفاجئ ان مفيش اصلا قهوه بتنزل من الكوبايه، على الرغم ان هو بص جوه الكوبايه لقى ان الكوبايه مليانه بالقهوه، لكن مفيش حاجه منها بتنزل اكنها فاضيه. استغرب صالح من الموقف ده، وقرر ان هو يسيب الموبايل بتاعه على الارض ويركز مع الناس اللي حواليه، لكن لقى ان مفيش اصلا حد مركز معاه اكنه مش موجود، على الرغم ان هو شخص غريب عليهم والمفروض ان اصلا حد يسأل عن اسمه والمنطقة اللي جاي منها. لكن خد باله ان في اطفال بيلعبوا بالنار، وكل ما يعدوا من النار متعملهمش اي حاجة اكنهم شفافين. واترعب صالح فعلا من الموقف ده، لكن حاول ان هو يمسك نفسه. وبدأ صالح ان هو يشوف وش الناس اللي حواليه، لقى ان ملامحهم اختفت اكن وشهم فاضي تماما، وطبعا مات من الرعب وبدأ ان هو يقرأ قرآن. وفجأة كل حاجة اختفت حواليه، لدرجة ان لقى نفسه قاعد على الرمل لوحده ومفيش اي شخص معاه. وهنا اتأكد صالح ان كل اللي كان بيتعامل معاهم دول اكيد من الجن. وقعد لمدة ساعة، وفجأة سمع صوت حاجة تقيلة بتترمي في البحر، وبدأ ان هو يبص هناك كده، لقى ناس بتنط في المية بشكل غريب جدا.
اظن ان الامر غريب جدا ان ناس تنط في الميه بالشكل المرعب ده الساعه 2 او 3 بالليل. وفي اللحظه ديت بدا ان هو يقرا آية الكرسي اكتر من 50 مره، ومره واحده حس ان في رجل حصان دست عليه، وكمان سمع اصوات احصنه حواليه وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل له، ولقى ستات جايه عليه، فقال اما يروح يسالهم عن اللي بيحصل له ممكن يجاوبوه، لكن اكتشف ان هم اصلا مش مدينه اي اهتمام، اكنه مش موجود. ورجع صالح بعد كده بسرعه لمكانه عشان يستريح شويه، لكن مفيش ثواني وبعد كده سمع صوت طفل بيستغيث، وقرر ان هو يدور عليه في كل مكان لكن ملقاهوش. شويه كمان وسمع اصوات اطفال كتير جدا لكنهم كانوا بيضحكوا، وتحول صوتهم ده من الاستغاثه لصوت الضحك. طبعا في الموقف ده صالح اترعب جدا وقرر ان هو يروح لمكان هادي، وبالفعل راح لمكان تاني ونام من شدة التعب. لكن مفيش 10 دقايق ولقى راجل ضخم بيصحيه وبيقول له ان المكان ده محدش بينام فيه. وصالح كان مرعوب جدا من الراجل ده لانه كان ضخم جدا، وفجأة لقى الراجل ده مشى من قدامه بسرعة. بعد كده قام صالح من المكان ده وبيقول ان هو كل ما يروح للمكان ده بيشوف الخيمة والمزرعة ونفس الناس اللي بتنط في المية في الوقت ده، لغاية ما أذن الفجر واختفت كل الحاجات دي. وبيقول صالح ان هو راح اتوضى وبيصلي الفجر ورجع للمدينة، لكن كان باين على وشه التعب والرعب، والناس كلها اتلمت عليه وبدأوا يسألوه عن اللي حصل له. وفعلا صالح حكى لهم عن اللي حصل له بالتفصيل، وقالوا له الناس ان هو ما كانش ينفع ينام في المكان ده لان المكان ده عبارة عن مساكن للجن. ومع كل الحاجات اللي حصلت مع صالح الا انه حب الجزيرة دي جدا، وقرر ان هو يجيب عيلته واسرته عشان يعيشوا معاه. وبكده تنتهي قصتنا، اتمنى انها تكون عجبتكم، وفعلا القصة دي حقيقية وحدثت في الواقع. ومتنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول.